ويا مرحبا، اليوم حبيت أنزل لكم 7 أفكار لوجبات غدا بتمنى تعجبكم. إذا كنتوا أول مرة بتشوفوا الفيديو بتمنى تشتركوا بالقناة وتعملوا لايك للفيديو وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. يلا نشوف أول طريقة. الخضار مع اللحم من الأكلات اللي كتير بحب أعملها، كتير طيبة وصحية وما بتاخد وقت كتير بالتحضير، والحلو فيها إنه زيتها مو كتير. يلا نشوف الطريقة. عندي هون نص كيلو من اللحمة المفرومة، رح أضيف عليهم بصل مفروم ناعم وبقدونس، رح أضيف عليها التوابل فلفل أسود وبهارات مشكلة وكمون وبابريكا وملح وزيت زيتون، ورح أشكلها بهذه الطريقة مثل ما أنتم شايفين هيك. وعندي هون أنا محضرة خضار، عندي باذنجان وبطاطا، ورح أحط اللحمة يلي عملتها وبندورة ورح أرتبهم مثل ما أنتم شايفين بهاي الطريقة. وبعد ما رتبتهم هيك بالنص رح أحط بصل، رح أحط فلفل أخضر، طبعا بيعطيها طعم كتير طيب. وعندي هون زادة لحمة عملتهم على شكل كرات وحطيتهم بالنص. لتحضير الصلصة عندي هون مي حطيت عليها معجون طماطم وزيت زيتون ودبس رمان وملح وتوم مهروس ناعم، ورح أحركهم منيح مع بعض ورح أحطهم على الخضار واللحمة، ورح أغلفها بورق زبدة وفوقيها قصدير، ورح أدخلها الفرن تقريبا لمدة نص ساعة، وبعدين بشيل القصدير عنها وبحمرها من فوق. طبعا وبهيك بتكون عندي صارت جاهزة. بنصحكم تجربوها، كتير طيبة وسهلة وبسيطة، وبنفس الوقت كمان البطاطا مثل ما انتم شايفين والخضار مستوية كويس. وصحتين وهنا يا رب. بالثلاجة في عندي فطر، فكنت محتارة شو بدي أعمل فيهم وصفة، فجربت لأول مرة إني أطبخ الفطر مع الرز. بصراحة ما توقعت هيك طعمها بشهي. على النار حطيت زيت ورح أنزل الدجاج، قطعته لمكعبات صغيرة، ورح أقلبهم. أول ما يتغير عندي لون الدجاج أضفت عليه البصل والجزر والفلفل الأخضر الحلو، ورح أضيف عليهم الفطر، وحبيت أضيف لهم ذرة وفلفل أسود وهيل وبهارات مشكلة وكركم وكمون وملح، ورح أقلب المكونات كلها مع بعض، ورح أتركهم على نار هادية وأغطيهم. وأول ما أشوف عندي الخضار استوت رح أنزل عليهم الرز. طبعا أنا هون كنت ناقعة 2 كوب رز لمدة نص ساعة، وبعد ما غسلته كتير منيح أضفته مع المكونات، وأضفت عليهم 3 أكواب من المي، لكل كوب من الرز كوب ونص من المي. تركتها على نار هادية تستوي، وهيك عندي الطبخة صارت جاهزة. زينتها بالبقدونس واللوز، الصراحة ما توقعت هيك طعمها بشهي. بنصحكم تجربوها. صحتين وهنا يا رب. رولات الباذنجان من الأكلات كتير طيبة، بنصحكم تجربوها. طريقتها كتير سهلة وسريعة. قطعت الباذنجان بشكل طولي مثل ما انتم شايفين هيك، رح أملح الباذنجان على الجهتين ورح أتركه على جنب. عندي هون نص كيلو من اللحمة المفرومة، نزلت عليهم بصلة مفرومة ناعم وحبتين توم مفرومين ناعم، نزلت عليهم التوابل كتبت لكم إياها على الشاشة، وعملت اللحمة على شكل أصابع. بعد ما خلصت كل الكمية عندي هون على النار مقلاية بدون زيت، رح أحط اللحمة اللي عملتها بالمقلاية وبدي أقلبها، وأول ما أشوفها عندي تحمرت رح أتركها على جنب. عندي هون زيت ساخن، بدي أقلي الباذنجان ورح أقلبه، وأول ما أشوفه تحمر رح أشيله عن الغاز ورح أصفيه من الزيت. عندي هون الباذنجان حطيت فيها اللحمة وبدي ألفها بهاي الطريقة مثل ما انتم شايفين، ورح أحطهم بالبايركس. بعد ما صفيت كل الكمية رح أحط بالنص بندورة. طبعا هون أنا كمان عندي اللحمة اللي زادت حطيتها هون بالصينية، حطيت فلفل أخضر، حطيت عليهم مي، حطيت فيها معجون طماطم وملح وفلفل أسود وحبة توم مهروسة، ودخلتها الفرن لمدة 20 دقيقة. وبعد هيك حمرتها، وهيك عندي صارت جاهزة. قدمتها مع الرز. صحتين وهنا يا رب. فتحت التلاجة وشفت راسين هالزهرة الحلوين، حبيت أعمل فيهم وصفة سهلة وسريعة ورح تحبوها. بالبداية رح أقطع الزهرة بهذه الطريقة مثل ما انتم شايفين هيك، بدي حجم القطعة. بعد ما خلصتهم بكون أنا هون سخنت مي، ورح أحط فيها ملح وكمون وفلفل أسود، ورح أنزل فيهم قطع الزهرة، ورح أتركها على النار لمدة 10 دقائق. بهذا الوقت رح أقطع البصل والبقدونس وبدي أحطهم بالخلاط، ورح أنزل عليهم 4 بيضات ورح أخلطهم كتير منيح. وبس خلطتهم حطيتهم بصحن غميق، ورح أضيف عليهم فلفل أسود وكمون وبابريكا وملح وكوب من الطحين ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، وبدي أحركهم كتير منيح. رح أشيل قطع الزهرة من المي. طبعا أنا قبل هيك حكيت لكم إنه بس 10 دقائق على النار وبدي أصفيها كتير منيح من المي، ورح أغمسها بالخليط اللي عملته. بدي أبلش أقلي فيها. طبعا لازم يكون عندي الزيت هون ساخن.
بتقلبوها، وأول ما تتحمر عندكم رح تشيلوها من الزيت، وهيك عندي صارت جاهزة، وبنصحكم تجربوها وصحتين وهنا يا رب. كنت محتارة وبفكر شو بدي أعمل على الغدا اليوم، فقررت أعمل مسقعة الباذنجان. هذه الأكل كتير بحبها. على النار حطيت زيت وبصل وثوم مفرومين، وقلبتهم شوي على النار. حطيت عليهم لحمة مفرومة ناعم وقلبتها، وبس تغير لونها أضفت عليهم 4 حبات عصير طماطم وملح وفلفل أسود وكمون وبهارات مشكلة وبابريكا ومعجون طماطم. قلبتهم مع بعض وتركتهم على النار يتسبكوا لمدة 10 دقائق. بهذا الوقت أنا قليت البطاطا والباذنجان. بالبايركس رح أحط طبقة من الباذنجان والبطاطا مثل ما انتو شايفين بهذا الشكل، وبعد هيك رح أحط عليهم اللحمة المفرومة يلي أنا عملتها من شوي، ورح أوزعها بالتساوي، ورح أرجع أحط فوقهم طبقة من الباذنجان، ورح أتركها على جنب. عندي هون على النار حطيت زيت وثوم مهروس و4 حبات عصير طماطم، ورح أقلبهم مع بعض. أضفت عليهم معجون طماطم، ورح أضيف عليهم نفس التوابل يلي ضفتها على اللحمة، ورح أوزع هذه الصلصة بالتساوي مثل ما انتو شايفين هيك. ورح أحط بندورة وفلفل حلو أخضر وفلفل حار، ودخلتها الفرن لمدة نص ساعة، وبعد هيك حمرتها، وهيك عندي صارت جاهزة. بنصحكم تجربوها، كتير طيبة وسهلة وبسيطة، وصحتين وهنا يا رب. كتير طلبتوا مني إني أعمل المكمورة على طريقتي، فاليوم حبيت أعمل لكم إياها. بدي أحضر للعجينة، عندي 5 أكواب من الطحين الأبيض، أضفت لهم كوبين من الطحين الأسمر ومعلقتين كبار سمسم وقزحة وكركم وملح وكمون، ورح أحرك المكونات كلها مع بعض الجافة. وبعد هيك نزلت عليهم 2.5 كوب من المي الدافية وعجنتهم. عملتهم كرات صغيرة وتركتهم يرتاحوا لمدة ساعة. عندي هون 1.5 كيلو من البصل، قطعته على شكل جوانح. بالطنجرة حطيت 1.5 كوب من زيت الزيتون ونص كوب من الزيت النباتي، ونزلت البصل وقلبته على النار. عندي هون دجاج سحبته من العظم، أضفت له ورق غار وحبات هيل، ورح أحركهم مع بعض. وأول ما أشوف تغير عندي لون الدجاج بدي أضيفه على البصل، ورح أضيف لهم ملح وفلفل أسود وبهارات مشكلة وهيل وقرفة، وإذا بتحبوا تضيفوا لهم السماق كمان بيطلع طعمها كتير طيب. رح أقلبهم مع التوابل، ورح أتركهم على نار هادية لحتى أشوفهم استووا تماما. هيك عندي صاروا جاهزين. بهذا الوقت العجين عندي جاهز. بدي أفرد أول وحدة، طبعا أول عجينة كبيرة لازم تكون، بدي أفردها بهاي الطريقة. طبعا الصينية أنا غلفتها بورق القصدير، وحطيت بأسفل الصينية ورق زبدة، وحطيت طبقة من البصل والدجاج، وحطيت طبقة عجين، وحطيت كمان طبقة من البصل والدجاج. وهيك لحتى خلصت عندي كل العجين. سكرتها بهاي الطريقة مثل ما انتم شايفين بأول عجينة، وحطيت ورق الزبدة وغلفتها بالقصدير من فوق. حطيتها بالفرن لمدة ساعتين على الرف الوسط على درجة حرارة 180، وبس شلت القصدير عنها ورق الزبدة حمرتها، وهيك عندي صارت جاهزة. بنصحكم تجربوها، بتمنى تكون الوصفة عجبتكم. صحتين وهنا يا رب. الخضار مع قطع الدجاج المسحب، وصفة سهلة وسريعة وبتنفع كمان لأصحاب الدايت. بنصحكم تجربوها. عندي هون الخضار بطاطا وكوسة وفلفل أخضر ملون وجزر وبندورة. رح أضيف عليهم ثوم مهروس، وعندي هون دجاج مسحب من العظم، وأضفت عليهم التوابل كتبت لكم إياها على الشاشة. رح أضيف عليهم عصير نص ليمونة، وربع كوب زيت زيتون، ومعلقة كبيرة شطة سائل اختياري، ومعلقة كبيرة معجون طماطم. بعد ما حركت المكونات كلها مع بعض حطيتهم بالصينية وحطيتهم على النار. أول 10 دقائق النار كانت عندي عالية، وبعدين حطيتهم على نار هادية. أغطيهم لمدة نص ساعة، وبعد نص ساعة طبعا هيك عندي صارت جاهزة. إذا بتحبوا تدخلوها على الفرن للتحمير لمدة 5 دقائق. وهيك عندي صارت جاهزة. كتير سهلة وسريعة وما بتاخد وقت، وبنصحكم تجربوها، وصحتين وهنا يا رب. إذا حبيتوا الفيديوهات ما تنسوا تشتركوا بالقناة مثل ما خبرتكم بأول الفيديو. وإذا حابين أنزل كمان وصفات اكتبوا لي بالتعليقات، وأي سؤال حابين تسألوا يا ريت تكتبوا لي بالتعليقات، وأنا رح أرد عليكم إن شاء الله. ويعطيكم العافية.